السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ هانيين كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الحوال نتوما الوليدات والعائله. فيديو جديد ان شاء الله غنشارك معكم التقضيه. ان شاء الله هاد التقضيه غتدي ليا اكثر من 20 يوم. المهم يعني والطريقه ديال باش كنحتفظ هكا بالخضيره، ونشارك معكم هكا اللحوم وشريت الدجاج. المهم هذاك الشيء اللي تقدينا هكا غادي نشاركه معكم. المهم اخواتي، انا دائما كنرتاح في التقضيه ديال اكثر من 20 يوم، والطريقه اللي كنحتفظ بها بالخضر ما كتخسر لي حتى شي حاجه. انسان مع المداومه راه كيعرف كيفاش يدير. كما قلت لكم، الحاجه شريناها بالفلوس يعني، والخضره غاليه ما خصش تبقى تخسر. هنايا اول حاجه بديت معكم، هنا كيلو ديال التفاح يعني. صراحه انا ما معدتش كنجيبو بزاف دابا ملي غالي، ولكن هنايا غير الزوج اللي تقدى يعني. تقريبا انا دايره ليه ورقه وستيلو، كاينين هنا غير شي حوايج اللي زادهم هكاك. المهم تفاح 260 كيلو هنايا. واحد كيلو ونص ديال اللوبيا ب7 دراهم، ولكن غزاله اخواتي رطبه. دغيا دغيا كطيب. المهم نتوما كيف كتشوفوا دغيا كتقطع، راه يعني جديده. وهذه وقيتها اخواتي هنايا. بالنسبه دابا 7 دراهم، يعني بعض المرات كتكون اكثر من 7 دراهم، 10 دراهم، 12 درهم، المهم على حسب. وفي العيد الكبير هكا كتكون زوينه انكم ديروهم على اللحم الغنمي هكا، كتشرب هذاك اليدام. المهم انا كتعجبني صراحه، وكاين الناس اللي ما كتعجبهمش. هنايا الفلفله 4 دراهم. كذلك انا عندي اخواتي الفلفله في الثلاجه، ولكن ما حتى شي حاجه ما كتضيع. راه الا مثلا شت انا ديك الفلفله اللي كانت قبل غتخسر ولا شي حاجه كنقطعها. ولكن الحمد لله وشكرا لان عندي الثلاجه ما كتحلش بزاف. الدراري ما كان يضلوش غير يحلوا في الثلاجه، لان الثلاجه ملي كتحل بزاف راه كتخسر الخضره وهذا. وانا كنحتفظ بها في اكياس وتويبات هكا. بالنسبه للمطيشه هنا 2 كيلو ونص، راه شويه. المهم نقصات ب7 دراهم. هنايا خيزو اولا جزر 2 كيلو ب4 دراهم الكيلو. بالنسبه لهادشي اللي كنوليكم كلشي راه باقي عندي الخضره، ولكن مع كمول الدار بغا يمشي هو عنده الترونسبور، قلت ليه تقدى ليا بواحد الكميه شويه كثيره باش يبقى عندي داكشي. يعني ما نتقدى انا تتبقى سيمانه تقريبا العيد الكبير ان شاء الله الا بقينا في الحياه اخواتي. هنايا بالنسبه للبطيخ 3، كل كيلو كيدير 6 دراهم، ولكن ما عرفتش شحال في هادو كاملين. هادو موينات، كل مره كنجبد وحده. وكذلك هنا الدلع ماشي ضروري نجيبوه من السوق، كيكون هكا عند دوك مولي الكرارت وهذا. يعني فين ما كتخصنا كيخصنا الدلع كنجيبوه. هنايا كيلو ديال الخيار مخلط مع الفكوس ب4 دراهم. المهم هنايا بالنسبه للبطاطا 4 كيلو. اللي جاب لي هكا، وباقي عندي الحمد لله راه تقريبا شي 6 كيلو ديال البطاطا في الثلاجه. انا راه كان هادشي غاسلاه ومنشفاه، يعني باقي لي غير نضمو في الثلاجه، ما كيخسر ما حتى شي حاجه. كاينين الاخوات اللي كيقولوا البطاطا كتخسر وهذا، انا المهم ولفت كنديرها في داك الصندوق ديال الثلاجه ما كتخسرش. وبالنسبه للبطاطا راه دايره غير 5 دراهم، يعني هبطات شويه في الثمن الحمد لله. اول مره كناخذوا البطاطا ب5 دراهم. كذلك هنايا الدنجال 4 دراهم كيلو. ليمون 7 دراهم، غير واحد 2 كيلو هكا. بالنسبه للعصير، حيت عندي الخوخ في الفريغو، يعني كنبغي نخلطو مع شويه الحامض والليمون، كندير بعويصير هكا الوليدات فاش ما كيكونش ديسير. وهنايا البصله ب6 دراهم، باقي عندي تقريبا شبكه قد هذه. هنايا الخوخ ماشي الخوخ هذا ديال الشهديه، 7 دراهم. صراحه زوج الدراري يعني ديك 2 كيلو تبارك الله تقاسموها بيناتهم، يعني هادشي اللي بقى فيها. المهم دائما الدراري كيبغيو شي حاجه جديده كتعجبهم، راكم عارفين. اما واخا زعما عندنا الخوخ وهذا، ولكن يعني هما يا هكا دغيا كالو بقاو فيها غير دوك 4. بالنسبه للربيع جوج ب30 ريال، خديت غير القياس. ان شاء الله خصني ناخد حتى نهاري خصني هكا غناخد واحد الكميه نقطع نديرو في الكونجيلاتور. هنايا بالنسبه للدجاج هذه مده طويله ما خديناش، هنا داير 360. هذه دجاجه ب40 درهم، ما كبيراش بزاف. صافي مع اكثر كيجيوني الناس الضياف وهذا كناخذ اللحم كنديرو انا في الطويجنات. الطريقه اللي كنديرو حنايا كنديرو بزاف طواجن، ما كنديروش كوكوط. هنايا عندي 2 كيلو ديال اللحم ونص، 2 كيلو ونص ب200 درهم. بالنسبه لظرفة اللحوم اخواتي، انا دابا ميزانيه ديال اللحوم يعني
كاين ظرف ديال هكا ديال الضيوف هكا راه يعني ما يمكنش نكون انا دايره ظرف اللحوم 200 درهم للشهر كامل وانا كيجيو عندي الضياف. راه كاين نهار اللي كنضرب فيه 200 درهم كامله، لان كيكونوا الضياف كتار، وهذا راكم عارفين مع هكا العزاء يعني كيجيو كل مره كيجي عندي شي حد، وما كيجي كل واحد كيجي عنده حبابه وصافي. المهم اخواتي الواحد كيدير على قد جهده. وهاد اللحم هادي راه غزاله اخواتي يعني كطيب دغيا. نيت فاش صورت معكم هذا الفيديو لغت ليه جاوني الضياف، ومن بعد عاوتاني زدت اللحم اخرى فاش باش تكون عندي في الكونجيلاتور الحاجه هكا. بعض المرات كيجيك شي واحد ما كيعلمك ما والو، كنلقى اللحم هكا موجوده عندي اخواتي. هادشي اللي كاين. يعني انا كنقول لكم الواقع ديالي هكا، لان داك الزار ما قريبش ليا بزاف. خصك تقريبا ترونسبور وهذا باش تجيبي اللحم. الا بغيتي تجيبي شي لحم يكون زوين. بالنسبه لهذا اللحم راه دغيا دغيا كيطيب. ايوا هادشي اللي كاين اخواتي. المهم انا دائما كما قلت لكم كيكون عندي في الثلاجه سكور، وكاع فاش مثلا الا ما كانش هكا كنصيفط ليه عاوتاني باش يبقى ليا. المهم انا غير كنغسلوه هكا وكنخلي كل كيلو بوحدو. فاش كنبغي نصب كندير عيني ميزاني، كل واحد كيمشي على قد جهدو. تقريبا طاجين هكا كيكون فيه هكا كيلو ونص، كيجي هو هذا. كندير شويه الخضيره شويه. المهم اخواتي هادشي اللي كاين. بالنسبه للطريقه الاحتفاظ بالجزر انا غنشارك معكم كيف ما كنشارك معكم دائما. هاد الجزر نقي وزوين، حيتاش باقي عندي اللي غيضرب ليا اكثر من 15 يوم. هذا غنديرو في ثوب هكا وغنلويه مزيان صافي، وغنديروه في بلاستيكه. المهم اش غادي نقول لكم، هذه هي الطريقه المعتمده عندي. شحال هذه خصوصا كما قلت لكم راه بعض المرات ما كنتقدى يعني من الاول الشهر حتى الاخر مره واحده. كيبقى لي غير داك الديسير كنصيفط، كيقول الوالد ديالي كيجيب لي داكشي اللي خاصني. المهم راك دائما كنشرح معكم انا السوق ما قريبش ليا بزاف. كاينين حوانت ولكن فيهم داكشي غالي، وما كتكونش ديك الجوده بحال السوق الاسبوعي. هادشي اللي كاين اخواتي. بالنسبه لها المطيشه كذلك عندي شي حاجه في الكونجيلاتور، ولكن كنبغي نديرو هكا. راكم عارفين سلطه مغربيه، شلاضه اللي هي معروفه شلاضه بالبصله والفلفله هكا كتجي غزاله مع دابا مع الصهد. كتبغي شي حاجه هكا. هنايا كنعزل هادو اللي باقيين خضرين كيزيد واحد شويه كيطيبوا. هادوك اللي طايبين مزيان هما اللي كنستعمل منهم. ما كنخلطش انا المطيشه هكا الحمراء مع هذه كتكون شويه سميتها خضراء. مازال راه مول الدار ما عزلش ليا مطيشه اللي تتكون بزاف خضراء. انا كنجيب بزاف اللي كتكون هكا خضراء، وكنجيب غير شي وحدين اللي طايبين مع كيبقاو عندي في الثلاجه صافي راه كيكملوا الطياب ديالهم. المهم كل واحد وطريقته اخواتي. انا غير كنشارك معكم الطريقه اللي كندير. هادو اللي هذا اللي كتشوفوهم في الحين راه غير مع الصاك وتقل كانوا هكا نازلين لتحت. داكشي علاش. اما راه هي مطيشه طريه وزوينه. المهم هادشي اللي كاين. وكما قلت لكم الثلاجه راه ما كتخسرش لي انا الخضره، كتبقى مده طويله. هنايا اخواتي بالنسبه للوبيا غادي نحاول انني نقيها. كما قلت لكم انا كنستعملها كتعجبني غير مع اللحم. اما الدجاج ما كتعجبنيش انني نستعمل، ما كتعجبنيش صراحه مع الدجاج. هنايا بالنسبه للبطاطا هانتوما كيف كتشوفوا هذا الكيس هذا راه كيدير درهم. كنديرها في هذا الكيس هذا وكنخشيها في داك الصندوق. ما كتخسر ما حتى شي حاجه. بالنسبه للاخوات كاينين اللي كيديروها هكا في شبكه وكتبقى انا كتجيني لاويه ما كتعجبنيش. وانا كنستعمل هاد البطاطا في هاد الساشيات راه عندي منهم بزاف كنبقى مخبيهم وراه كيتصبنوا كيبقاو مزيانين. كنديرها في هاد الساشيه. الا بغيتو تلويوها حتى في بلاستيك راه ممكن. كلتا الحالتين راه يعني مزيانه هاد الطريقه. وراه كتبقى ما كتخضر ما كيتبدل فيها لا لون لا والو. هادشي اللي كاين اخواتي. هنايا بالنسبه كما قلت لكم هاد اللوبيا بعض المرات كنقيها وكنزلقها واحد شويه تقريبا واحد 2 دقائق 3 دقائق هكا. كنخليها حتى تطلع فيها ديك الغليه، وكنخوي داك الماء ديالها، وكنخوي عليها عاوتاني الماء بارد باش كتبقى ليا خضره. وكنديرها في الثلاجه يعني في الفريغو. ملي كنبغي نطيب يعني من الكونجيلاتور للطياب الطاجين او لا كوكوط يعني كتبقى في داك اللويين. ولكن مع انا ما كانش عندي الوقت صراحه وكما قلت لكم مضغوطه
صافي خديت هاد اللوبيا هادي ديريكت غسلتها مزيان ودرتها تنشفات ودرتها في الثلاجه. ملي كنبغي نصب هكا كنديرها واحد شويه تسلق، غير واحد شويه قلت لكم، كتحيد من هذيك الزفوره صافي وكنشللها بما بارد. المهم هذه هي طريقتي. الا عندكم شي طريقه نتوما يعني حتى تكتبوها لي في الكومونتير، يعني ما فيها باس الانسان هكا راه كيتعلم. الا درت شي خطا في هذه الطريقه هذه اللي كندير يعني ممكن تقولوها لي في التعاليق. هذه هي طريقتي اخواتي انا اللي كندير. كذلك هذا الربيع ما غاديش نقطعو، غادي نخليه هكا غير غنقيه باش يبقى ليا هكا يعني فين ما نبغي هكا طري نجبدو. حيتاش اصلا ما جابش ليا بون الدار بزاف ديال الربيع، غير ربطه كرافس معدنوس قزبور. غادي نلويه في واحد الثوب وغنديرو في بلاستيك. المهم اخواتي كما قلت لكم دائما انا ما كتخسرش لي الخضره الحمد لله. الانسان كيتقدى بفلوسو، ما خصش ديما خص كل مره تبقاو تراقبوا الخضره. فين ما تشوفوا شي حاجه بغات تلوى اولا بغات تخسر حاولوا ما امكن تسبقوها هي الاولى. وكما قلت لكم يعني جربوا، بقاو دائما جربوا، ما تبقاوش تحكموا غير هكاك. يعني بالنسبه للخضر لويوهم دائما في الزيف وديروهم هكا في بلاستيكات. هانتوما كيف كتشوفوا هذا الربيع كنديروا دائما في هذا الزيف. هذا الزيف ديما ما كيحيدش من في الثلاجه. زيف هكا رطب يعني غير شي توب كتقطعيه وكتخليه صافي. وكنخلي هذا الربيع هكا يا اما في بواطه اما في بلاستيكه صافي، وكنجبد منه راه ما كيصفر ما حتى شي حاجه. هادو بالنسبه للاخوات اللي ما باغينيش اللي ما بغاوش هكا يقطعوا يديروا في الكونجيلاتور.